السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار رجالة؟ أهلا بيكم في قناة أخوكم أحمد اللول تيوب. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا في موضوع كمال الأجسام. هي ناس يعني كتير بتسأل عليها: يا كوتش أتمرن كام يوم في الأسبوع وأريح كام يوم في الأسبوع؟ الحكاية دي يا جماعة ليها علاقة كبيرة جدا بمستواك في اللعبة. مستواك في اللعبة دي يعني إيه؟ يعني أنت هنقسمها كده: إيه؟ مبتدئ ومتقدم. لو انت راجل مبتدئ في اللعبه، يعني راجل لسه ما كملت السنه في لعبه كمال اجسام، جسمك بيحتاج وقت اكتر في الاستشفاء. جسمك بيحتاج راحه اكتر. جسمك بمجرد ما بتتعرض لشده تمرينه حتى لو خفيفه عضلاتك بتصوت، لانه اصلا لسه ما تاقلمش على الجهد اللي هو بيتعرض له في الجيم. الناس اللي في المرحله ديت الافضل ليه ما يزيدش عن 4 ايام في الاسبوع، ويا ريت لو يوم تمرين ويوم راحه. الراجل بقى المتوسط للمتقدم، الجسم بقى اتعود على التمرين في المرحله ديت. العضلات اقل عرضه للارهاق، يعني اتعودت على ان تتعرض لضغط في الجيم، وجسمه بقى اسرع في عمليه الاستشفاء. الراجل ده ممكن يتمرن 3 ايام متصلين ويريح يوم، او يتمرن يومين متصلين ويريح يوم. بحد اقصى 5 ايام في الاسبوع، ما يعديش 5 ايام في الاسبوع. ليه بقى؟ لان لو انت عديت الليمت بتاع عدد ايام التمارين اللي انت المفروض تتمرنها، بتخش في حاجه اسمها مرحله الاوفر تريننج. الاوفر تريننج ديت ان انت جسمك اتعرض لفشل عضلي مكثف. ولو حصل معاك حاجه زي كده، الموضوع دوت بيخليك تحس بارهاق شديد وتعب. جسمك بياخد وقت كتير في ان هو يحصل له استشفاء. زائد ان انت بتبقى معرض بشكل كبير للاصابات، لان انت بتتمرن بطريقه اوفر. واوزانك كمان ممكن تقل ما تزيدش. لو اجهدت نفسك بالشكل ده، العضله تحصل لها حاجه اسمها زي ايه، العضله يبقى قوه تحملها عاليه بس ما تنموش. زي يا جماعه كده ايه، هقول لكم مثل بالبلدي كده. بنشوف الناس العمال اللي شغالين في الخرسانه، واللي شغالين في الحاجات اللي هي بتاعت المعمار ديت. الراجل ده بتبقى العضله بتاعته صغيره بس قويه جدا، بس ما بتكبرش. يعني العضله بتاعته ليه بقى؟ لانه حصل له اوفر يعني للضغط على العضله ديت. العضله بقت تتحمل اوزان كبيره بس ما بتنموش. احنا في كمال اجسام مش لا عايزين نحقق ان انت تتحمل اوزان وفي نفس الوقت جسمك ينمو. فهمت التركية دي؟ مهمة جدا. هحاول برضو ايه الخص الكلام، يعني ايه بكلام علمي شوية. اسبوعيا الراجل المبتدئ اللي احنا قلنا بيتمرن اقل من سنة دوت يلعب من يومين ل4 ايام في الاسبوع. والافضل افضل حاجة 3 ايام، يوم تمرين يوم راحة. الراجل المتوسط اللي هو مثلا بيلعب من سنتين، فاهم انت، الراجل دوت يلعب من 4 ل5 ايام في الاسبوع. وافضل حاجة، افضل حاجة للراجل دوت 4 ايام، يلعب يومين ويريح يوم، يلعب يومين ويريح يوم. الراجل بقى المتقدم اللي هو مستوى اعلى مستوى دوت، الراجل ده ممكن يتمرن 5 ل6 ايام في الاسبوع. وبالنسبه بقى للراحه، ايام الراحه للثلاث فئات اللي احنا قسمناهم دول: المبتدئ من 3 ل4 ايام راحه في الاسبوع، المتوسط من يومين ل3 ايام راحه في الاسبوع، الراجل المتقدم اعلى حاجه ده من يوم ليومين في الاسبوع. وفي يعني ايه، الراحه دي هي اللي جسمك بينمو فيها. الراحه دي اللي هي انت بتاكل وتنام، انت فاهم، هي دي اللي جسمك بيعمل فيها اعاده استشفاء لان هو يعادل الضغط اللي انت بتعرضه عليه، فيبقى قوته ديت. هو النمو بقى بيحصل في التكايه ديت. المفروض تاخد اسبوع راحه، على الاقل اسبوع ورا بعضه كامل اسبوع راحه. كل 3 شهور، كل 3 شهور تمرين كده تختار لك اسبوع ما تروحش فيه الجيم خالص، تاكل فيه كويس، ما تروحش فيه الجيم خالص. ممكن تلعب بقى كارديو في ايام الراحه، اللي هي الايام اللي احنا خليناها خلال الاسبوع دي، ممكن تلعب في يوم الراحه ده كارديو. بس لو هتعمل كده، لو هتلعب كارديو في يوم الراحه دوت، على الاقل خلي فيه يوم في الاسبوع ما تعملش فيه اي تمارين، لا كارديو ولا تمارين مقاومه بتاعت كمال اجسام. الموضوع ده مهم جدا يا جماعه، بيفرق معاك كتير. لو انت في ناس بتخش اللعبه من يقول لك انا هلعب كمال اجسام، يروح كل يوم.
يروح الجيم، الراجل بتاع الجيم عاملين اشتراكات ده يقول لك كل يوم مثلا بكذا، لو يوم. فهو بالنسبه له عايزك تيجي كل يوم، بس انت هتستفيد لو رحت كل يوم وانت راجل مبتدئ؟ لا طبعا، استحاله. إيه الكلام ده مش صح تماما. انت كده بترهق نفسك جدا، وجسمك بيبقى في مرحله ان هو اصلا لسه مش متعود اللي انت بتعمله دوت، والضغط اللي انت عايز تعرضه ليه دوت. إيه، انت راجل مبتدئ. افهم صح عشان تتمرن صح عشان تلاقي نتائج. الكلام ده اللي بقولك ده كلام علمي، وكلام بناء على تجربتي انا الشخصيه في الجيم. انا راجل متقدم في اللعبه، بلعب جيم مثلا تجاوزت ال 20 سنه. دخلت بطولات، ولعبت لصحتي، ودخلت بطولات اقوى رجل في مصر، وعملت كل حاجه في اللعبه بفضل الله يعني. فبقول لك بناء على تجربتي الشخصيه من اللي انا شفته في الجيمات، وكلام علمي برضو ايه، بناء على الحاجات اللي احنا ايه درسناها في اللعبه. واتمنى اكون وضحت موضوع ان انت تتمرن قد ايه في الاسبوع، وتريح قد ايه في الاسبوع. لو في اي تعليق او اي استفسار بخصوص كمال اجسام، سواء الموضوع احنا بنتكلم فيه او اي موضوع اتكلمنا فيه قبل كده، في مواضيع انا بتكلم فيها يا جماعه قبل كده. مهمه جدا، تابعوا القناه بتاعتي على قناه اللولو تيوب. تحت امركم في اي حاجه. كان معاك اخوك احمد. صباح الفل على اي فورمه حبايبي. سلام.